عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد معاكم لقناتنا قناة هيام نبيل. النهاردة هنوريكم بقى مكان أجمد مكان في الرواعي ممكن تيجي علشان خاطر تشتري مكن، ومش مكن أي مكن. في مكن مستعمل، في مكن جديد، في مكن زي على حسب الإمكانيات اللي انت عايزاها. يلا بينا نشوف كل المكن اللي موجود عند الحاج سليمان. موجود فين؟ موجود في الرواعي في العتبة، يعني بنص ساعة كده، أقل من نص ساعة من مترو العتبة. تيجي تسألي على محل سليمان هتلاقي بإدارة طارق وبإدارة أستاذ محمد، هتلاقوا هما اللي ماسكين المحل. يلا بقى بينا بنبدأ الجولة بتاعتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المكن الأسود اللي موجود في كل البيت زي مكن السنجر دوت هتلاقوه بجميع أنواعه موجود عند سليمان في الرواعي. سعره كام بقى؟ بيبدأ من كام؟ بيبدأ من 450. من 450 كده. معانا أستاذ طارق. قول لنا بقى يا أستاذ طارق، بالنسبة للمكنة السنجر دي نوعها إيه بقى؟ صيني؟ في منها صيني وفي منها هندي وتايواني. تمام. وفي ياباني. هندي وتايواني وصيني. المستعمل منه ب 450 اللي هو الصيني ب 450 المستعمل. لحد مثلا 900، وفي مكن ساعات بيجي ب 1000 بس بتبقى ماركات لغايه 900، يعني من 450 ل 900. في حاجات برضو بتيجي اعلى من كده بس بتبقى بقى ايه فلاتات، يعني مكنه جايه انجليزي، مكنه ياباني، في مرسيدس بيجي حاجات حلوه قوي. طيب اللي عندك صيني كله صيني ولا عندك في تايواني؟ تايواني وياباني واعلى حاجه فيها ايه؟ السودا. انا كمان بجيب لي القناه اللي تبع حضرتك استاذه ايام، بجيب لهم مكن يعني مش بيطلع حتى الزبائن. يعني في عرض بينزل للقناه، يعني هتيجي تقول لهم ان انت جاي من قناه هيام نبيل هيبقى ليك خصم طبعا. طيب بالنسبه للمكنه السنجر بقى ديت، قلت لك دلوقتي صيني وتايواني وياباني. وجهاز زي ما هو قلنا عنه قبل كده عاملين له فيديو. اللي بيعمل السرفله. جهاز ياباني موجود بيخلي المكنه تعمل سرفله وتطريز. تمام. وزجزاج. الطقم الزجزاج والسرفله والتنظيف، وهو عنده جهاز بيتركب على المكنه. تمام. الجهاز سعره كام منفصل عن المكنه؟ الجهاز اساسا بنبيعه ب 250، بس لو حد جه تبع القناه بنحسبه 250، ولو حد جاي من القناه هيحسبه 200 جنيه. 200 جنيه. وبيتركب على المكنه، وهيوريكم طريقه تركيبه ازاي، وهيجرب الحاجه قبل ما تمشوا. طيب في ضمان عندك ولا الناس ياخدوا الحاجه ويجوا يشتكوا؟ عاملين بالنسبه للضمان شهاده ضمان باسم المحل. في شهاده ضمان باسم المحل بس معموله مخصوص. تمام، معموله بقناه هيام نبيل. اي حد جاي من القناه هيبقى في شهاده ضمان ليه، يقدر ياخد الحاجه بضمانها. كمان يا استاذه ايام المكن الاسود في منه جديد. بس احنا بنفضل الاستعمال عشان بيبقى ماركات، يعني بيبقى ماركات. الجديد بيبقى معظمه هندي وصيني مش وحش، بس هو الاستعمال بتبقى ماركات اعلى. ماركات اعلى. برضه في اللي هي الحاجات السنجر دي سنجر متعدده الاغراض. دي سنجر متعدده الاغراض. بيجي منها برازيلي وبيجي منها تايواني وبيجي منها ياباني. دي بتبدا من 900 لحد 2000. دي من 900 ل 2000. طب اللي عندك كله مستعمل ولا في مستعمل وفي جديد؟ مستعمل وفي جديد. طب لو دلوقتي لو حد عايز يفرش مصنع من اوله لاخره، هيجي ياخد عندك مكن، يعمل حسابه في كام فلوس عشان يشتري يعني منك؟ مثلا مبدئيا كده الاسعار طبعا اتغيرت السنه دي بالذات، غير ما قلنا انا وانت برضو في نفس الفيديو. تمام. السنه اللي فاتت فالاسعار رفعت شويه، مثلا يعني ممكن دلوقتي 15 16000. يعني لو حد عايز يفتح مصنع هيبتدي ب 15000 جنيه من عند سليمان. كل حاجات موجوده. يجي عند طارق او محمد في الرواعي. تمام. احنا عندنا المكنه دي قلنا بتبدا من 900. في منها بقى اللي هو البرازر اللي نازل جديد، وفي منها البرازر بكام؟ وفي سنجر اللي بتبدا من 1700 ب 1700 حسب بقى الموديل، يعني في منها جي اي 14. تمام. وفي جي اس 2700، في كذا موديل. طبعا الاسعار مش ثابته بتاعت الجديد. تمام. لكن اليوز ده انا بثبت سعره. ما احنا هنسيب بقى رقم تليفونات لرقم تليفون الاستاذ طارق واستاذ محمد يكونوا موجودين برضو، عشان لو استعلام لو في تغيير في الاسعار حد يبعت سكرين شوت بالصوره بتاعت المكنه ويسال على سعرها، عشان لو هتشحن. بتشحن محافظات طبعا. شحنا بالفعل. تمام. وبيورد لك الحاجه بقى الفلوس بيوردها لك. ما شاء الله يعني. تمام. وجبنا برضو دفعه جاك. ودي بقى ايه؟ مكنه ايه؟ اوفر. دي مكنه اوفر. اوفر جاك. تمام. دي ايه بقى يا استاذ محمد؟ عرفنا عليها. دي 4 اس. تمام. تمام. كمبيوتر كامل ونص كمبيوتر ونص فتله. تمام. يعني دي جميع انواع الشغل بتبقى. تمام. دي عامله كام؟ دي بتبتدي من اول 4800.
دي 4800. صيني ولا ايه؟ صيني. بس ابدا يعني درجه اولى بس معاها ضمان. الجوكي برضه ضمانها اعلى برضه. تمام. وهياخد معاها الترابيزه ولا مش هياخد معاها الترابيزه؟ لا كلها هياخد معاها الترابيزه، ترابيزه المكنه اهي بالدواسه بتاعتها اهو، وكمان في قطع غيار كمان، الضمان برضه يا استاذه. وبتدي له بقى زيت للمكنه هديه. ضمان الجاك سنتين، ضمان سنتين. أربعة. يعني ضمان مكنه الجاك سنتين، والجوكي دي 4. دي تطريز؟ لا خياطه بس بشاشه. دي خياطه بس. طب الشاشه دي لازمتها ايه بقى؟ الشاشه دي بقى حضرتك السرعات. الشاشه دي في عشان تعداد، السرعات في تعداد، وفي تعداد. واحده واحده امشي تمام. خطوه خطوه. يعني لو عايزها بطيئه او سريعه بيتحكم من غير من عند الدواسه دي كده. موتورها 550. موتورها في منها- 550. في السوق موتور 400. تمام. بيبقى اقل في السعر. دي عامله كام؟ دي حضرتك الموديلات بتاعتها بتكون من اول 3500 جنيه دي 3500 جنيه 6500 جنيه لغايه 6500 جنيه من غير ترابيزه ولا الترابيزه؟ كامله كلها. كامله بالترابيزه بتاعتها. تمام. يعني انت لو شحنتها دلوقتي هتضيف له بس مصاريف الشحن على سعر المكن. تمام. طيب ماشي. ودي في بقى برضه الخياطه برضه العاديه اهي. ده الموتور العادي. دي اللي هي الموتور العادي. دي الموتور دي العادي. العاديه خالص. اه. دي من 2800 جنيه. دي بتعمل كام غرزه؟ دي خياطه بس برضه. دي خياطة مش بس. نص كمبيوتر. دي لو حد عايز يبدا مشروعه هياخد الترابيزه كده بالمكنه ويفتح مشروع بقى. دي عامله كام؟ 2800. دي نوعها ايه؟ نوعها ايه؟ دي اسمها جوكي برضه. جوكي. جوكي في برضه في كذا نوع منها. ضمان ايه؟ ضمان سنه. سنه. الجوكي اللي هي التفصيل العاديه دي اللي معاها ترابيزه تمام هيديك عليها ضمان سنه وبيشحن لك محافظات وكل حاجه. تعالى بقى. تمام. بالنسبه بقى للمكنه دي بقى ايه مميزاتها يا استاذ طارق؟ استاذه ايام التحف اللي انا وانت قبل كده اتكلمنا عليها. تمام. في حاجات فوق سنجر كانت عامله 2000 جنيه. تمام. دي البرازر دي بقى جه منها كذا موديل. يعني دي بتبدا دي برازر. بس سعرها غالي شويه لان المكنه دي ياباني معدن ياباني معدن. مفيهاش بلاستيك. دي سعرها كام؟ دي تبدا من 3200 لحد 6. 3200 ل 6. تعمل خياطه. طب ايه الجزء ده بقى؟ ده الجزء ده بقى ترابيزه في القعده معمول كده اليابان عاملاه. تمام. عشان لو انت بتحطي القماشه او الطرحه او الحاجات دي. علشان الجزء من القماش لو خارج عن المكنه يبقى في حاجه سنداه كده. كمان مفيش بلاستيك يا استاذه ايام. كل ده معدن؟ لا الصندوق بلاستيك بس هو الصندوق ملوش دعوه بلاستيك. بالمكنه. المكنه معدن. لكن المكنه دي كلها كده حديد. معدن. حديد. وبصي البلاستيك اهو لو انت في البوستر عندنا هنا البرازر اهو بلاستيك. ده برازر البلاستيك والسنجر برضه موجود عنده برضو بالطلب. يعني طبعا. كل الحاجات اللي في مش الصوره وحش دي. ده برضه بس هو الياباني اعلى طبعا من اي حاجه. تمام. هوريكم برضك يافطه المحل عشان تبقوا عارفين المحل اهو. معرض الحاج سليمان للمكن ودخلته دخلة الرواعي وانت جايه من الرواعي هنا من عند المفاتيح وعند الاوكر البيبان هتلاقي هو تالت محل وانت ماشيه على ايدك الشمال قدام شركه المروه. قدام شركه المروه اهو. بصوا شركه المروه اهو وهم قدام شركه المروه على طول الحاج سليمان. تمام. هتورينا ايه بقى يا حاج سليمان دلوقتي يا حاج عندنا طارق؟ حاجات اكسسوارات جت برضه. اه. دي حاجات دي جايه والله باسعار مخصوصه للقناه. يعني دي في كلها عندنا هنا اكسسوارات. كروشيهات للمكن المصانع. كل دي انواع كروشيهات. ده كروشيه. ده سعره كام؟ وفي المقص المشرشر. تمام. وفي جبنا المواسير بتاعت المواتير فتحات العراوي. عندي الماركر. تمام. الماركر بتاع التحديد. الماركر بتاع التحديد. الابر هنا يا استاذه هيام بكل انواعها. صيني وياباني وتايواني. تمام. وفي مفكات الانكيه. كل حاجه بقى موجوده تخص الاكسسوارات. تمام. المقص عامل كام؟ المقص ده المشرشر ب 110. المقص ب 110. صيني ولا ايه؟ يحتاجوه في الشرشره. ده صيني. صيني. في بقى مقصات اللي هي الخفيفه للبيت اللي هو اهي. التشطيب والحاجات دي. سيور المكن. كل الحاجات كل دي. قطع الغيار موجوده عنده. جبت مقصات كهرباء زي اللي انت ماسكاه ده. تمام. ده مقص كهرباء. ده تحفه. ده بيشتغل كده بيقص بيريح لو في ملف ولا حاجه. ده عامل 80 جنيه. ده مقص كهرباء عامل 80 جنيه. وجبنا طبعا الريجه وطقم الريجة. المساطر. الحاجات دي تمام. مهمه جدا. وعندي قمصان المكن